غايب عنها بقاله فتره، كان انا طول الوقت بعتز جدا بوجوده، لانه هو كان من الضيوف الاساسيه اللي بنت معانا البرنامج ده. اول من ظهر معانا في الموسم الاول من هذا البرنامج، في جميع المواسم كان موجود. الحقيقه ان هو كان موجود في اول اسبوع في برنامج ما كانش مشهور، لمذيعة ما كانتش مشهورة، لمحتوى غير معروف، وكان قابل انه يكون موجود، ويكون موجود بشكل مكثف، انه يساعد السيدات والبنات على قدر المستطاع، على قدر استطاعته، يوعيهم، يوريهم المسار الصحيح. كنت أختلف معاه أحيانا وأتفق معاه أحيانا، ولكن وجوده في هذا البرنامج كان من إحدى، وهيفضل أحد الأساسيات اللي طلعت برنامج هي وبس. محمد الغندور، نور النهارده يا فندم. ده كلام كبير قوي. نورنا سعادتك. اشكرك والله العظيم. لا يعني ولا تنسوا الفضل بينكم، يعني حضرتك يا فندم احنا كلمنا حضرتك في اول اسبوع كنت موجود، طب الناس عجبتها الكلام، طب لو سمحت تعالى معانا بعديها باسبوعين، تيجي بعديها باسبوعين، طب الشهر اللي بعديه، يعني زبون دايم حضرتك. الحمد لله. الحمد لله. اكيد الحمد لله. فكرنا فيك لان احنا كان عندنا حاجه شبه اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي في الموسم الثاني، والحقيقه ان انت اديت اجابات وافيه وكافيه جدا ساعتها. انت مش هتفتكر، لكن انا بصيت على الفيديو علشان ارجع فلاش باك، لان كمان ذاكرتي ذاكره السمكه، فارجع اشوف انت قلت ايه. الناس تايهه، انا مش عايزه اتكلم على الستات بس في الفقره دي، تصدق؟ حلو. الناس تايهه، محدش فينا عارف هو ايه اهدافه في الحياه، ايه معنى الحياه. ده سؤالي النهارده. حلو، عندنا وقت بقى ان شاء الله يعني. عندنا 2 شعراء عظماء، حافظ ابراهيم واحمد شوقي. واحد فيهم قال: قف للمعلم وبجله تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسول. هو بيشتغل مدرس ولا بيشتغل رسول؟ أنهي معنى؟ المدرس ده وهو بيصحى من النوم الصبح: أنا رايح رسول أعد أجيال. عشان بقية الشعر بيقول: أعلمت أفضل من الذي يبني أنفسا وعقولا. هل في حد أحسن من اللي بيبني أنفس وبيبني عقول؟ طيب، أنا معنى حياتي إيه؟ معنى شغلتي إيه؟ ببني عقول وأنفس، ولا أنا مدرس عربي، مدرس مواد اجتماعية، مدرس إنجليزي؟ فالبحث عن المعنى شيء بيشغل الإنسان من زمان. كتير من المفكرين والفلاسفة، وفي مدارس بتاعت علاج نفسي بتاعت واحد عالم نمساوي شهير جدا، مبنية اسمها لوجو ثيرابي، مبنية على قصة المعنى، وإن لو الإنسان فقد المعنى في حياته والمعنى اللي هو بيعمله بيتعذب وبيضل وبيبقى تايه، واللي هو بيحصل لنا اللي انت لسه اصلا بتوصفيه ده لسه حالا دلوقتي. فكل وظيفة، حتى ست البيت لما جه حافظ ابراهيم قال: الام مدرسة إذا علمتها إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق. طيب، هو أنا أم ولا أنا مدرسة؟ هل كل فعل بعمله وأنا بطبخ لهم أنا مدرسة؟ وأنا بذاكر لهم أنا مدرسة؟ وأنا بحميهم وأنا بربيهم وأنا بأنشئهم؟ إيه معنى اللي أنا بعمله؟ مدرسة ولا مجرد أم؟ أنا أم بس وخلاص. يفرق في إيه لما يبقى المعنى حاضر في ذهني لأي شيء أنا بعمله؟ أنا عامل نظافة، أنا حارس عقار، من هنا لغاية الوزير والأمير والمدير والرئيس الجمهورية والملك كل حد بيعمل أي حاجة يقدر يبحث عن المعنى اللي يبقى مثري لي ومغني لي ومحمس لي ومحفز لي، يخليه عايز يصحى الصبح يستزيد.
وبعدين بيطلع له افكار. يعني تاني خلينا في الامثله عشان هتفهم الناس افضل. انا حارس عقار. هو انا حارس عقار ولا انا بساعد كل سكان العقار اللي هم ساكنين دول على ان هم حياتهم تبقى افضل؟ انا مهم جدا. الناس دي لو انا مش شايف شغلي صح تحت كويس مش هيناموا في سلام، والدكتور اللي ساكن في الدور الثالث مش هيروح يعالج مرضاه لو ما كانش نايم كويس بالليل. لو ما جبت لهمش الفول والطعميه ولا العيش ولا المشاوير هيتشغلوا هم بيها. فانا اهميتي من هنا. فلو انا بقى كحارس عقار صحيت الصبح كل يوم بهذا المعنى، هخدم العقار ازاي؟ هأبدع في عملي ازاي؟ القصة الشهيرة في مهندس مصري قابلته في مرة أحد الشركات كنت بشتغل معاها في مجال السيارات، وراح زيارة لكوريا في 84 85 حسب القصة وحسب ما هو حكى لي يعني. وكان في الصيف وكان في ولاد بيعملوا سامر تريننج أو التدريب الصيفي على خطوط الإنتاج السيارات. فوقف جنب ولد قال له أنت بتعمل إيه؟ قال له أنا ببني كوريا. طبعا المهندس بيتندر بالقصة دي، ولد عنده 13 سنة. المعنى اللي بيوديه التدريب الصيفي ده انه جاي يبني كوريا. ودايما بقول هو الولد اللي صاحي الصبح عشان يبني كوريا ده يعني هيرمي كيس الشيبسي في الشارع؟ هو راح يربط مسمار في خط انتاج. في برضه قصة تانية شهيرة دايما بنتندر بيها بتاعت كندي، كان رايح يزور ناسا، فالموكب بتاعه اتعطل عند الباب، فرأى الراجل اللي هو ايه بينظف مش عارف الرصيف او حاجه، يعني مثلا بيكنس او حاجه. فقال له انت بتعمل ايه هنا؟ قال له I am helping to put a man on the moon. قال له انا بساعد علشان نحط رجل انسان على سطح القمر. فكل شخص مجرد انه يغير نظرته للي هو بيعمله ويحط معنى مختلف، زي المدرس لما يكون بينشئ انفسا وعقولا، هيصحى الصبح ازاي؟ هيروح فصله ازاي؟ هيشوف اهميته ازاي؟ هيبدع ويطلع افكار جديده ازاي؟ انا النهارده جاي اعمل ايه معاكي؟ ايه المعنى اللي انا بعمله واللي حضرتك بتعمليه مع المشاهدات؟ لو كل واحد بحث عن المعنى في نظرته للي هو بيعمله، انا فران، انا ببيع فول وطعميه، انا اي حد، مجرد بس ان انا اغير نظرتي للمعنى اللي انا بأؤدي فيه هيشحنني طاقه وهيديني الدوبامين بتاع شعور الفولفيلمنت وان انا مشبع وان انا مهم. هيعمل سندوتش الفول والطعميه ازاي؟ لو انا سندوتش الفول والطعميه ده هو اللي بياخده استاذ محمد وهو رايح شغله ومدرسته، وسواق الميكروباص هيخدم الناس بتوعه كويس وهو شبعان، عشان لو ما كانش شبعان مش هيخدمهم كويس. وهعمل جودة الفول ازاي وجودة الطعمية ازاي؟ فده باختصار البحث عن المعنى، وازاي انه المعنى ما يجيبليش اكتئاب، ما يخلينيش تايه، يخليني دايما بنزين عربيتي اللي هي الطاقة بتاعتي طول النهار مشحونة، لان انا شايف نفسي مهم. لو انا عامل قمامة في الشارع انا اللي بحافظ على صحة الناس دي. لو القمامة دي اتثابت في الشارع الناس دي هتمرض. شايفين يا جماعة أنا مهم إزاي؟ فلو أنا بصحى الصبح عامل قمامة بهذا المعنى أنا هتشحن إزاي؟ وهشوف أهمية اللي أنا بعمله إزاي؟ مش عارف طبعا. المهم يعني ده الموضوع بتاعنا النهارده. وبناء على ذلك أنا ممكن جدا إن أنا أحط كل الأهداف اللي أنا عايزها. انا مبسوطه قوي من اللي انت بتقوله. وانا كمان مبسوط ان انت مبسوطه، والله دي حاجه تبسطني جدا. على فكره وارجو ان الساده المشاهدين يكونوا مبسوطين لا معايا. انت غششتني حاجه حلوه. يا ريت يا رب والله يا رب. وحياة ربنا انت صح. طيب خليني اسالك على سؤال. اللي انت بتقوله ده حلو قوي 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 بجد يا غندور، مش بهزر. الحمد لله. يعني انا عماله انا اكلمني بالطريقه اللي انت بتقولها دلوقتي، اوصل انا بقى ده. خلينا نتكلم كلام حقيقي. النهارده هديك انا بقى مثال. لو في مذيعتين، مذيعه، المذيعتين دول بقالهم
20 سنة بيشتغل مذيعتين، واحدة فيهم ربنا كرمها واتشهرت مثلا، أو بقت ست غنية أو مش عارفة إيه، والتانية بعد 20 سنة لسه بتعافر وبتحاول وكذا حبيبتي، ومستنية إن شاء الله الفرج هيجي وهتوصل للشهرة اللي هي عايزاها وتوصل لكذا وبتاع. الموتيفيشن أو الانرجي بتاع الست اللي وصلت وبقت مشهورة خلاص وان تراك وبقت تمام، غير الست اللي بقى لها 20 سنة بتحفر في الصخر ولسه ما وصلتش. ازاي بقى انا الشخص اللي بقاله كتير بيحاول يستعيد الحيوية والطاقة وأدفع نفسي عشان أوصل إن يبقى عندي هذا الهدف أو هذا المعنى لحياتي؟ هل هي عندها المعنى ده أصلا؟ ما هو أنا النهاردة لو المعنى ده موجود عندي، أولا المعنى عند اللي وصلت بيحط عليها مسؤولية كتير، لأنه لو أنا راجل مذيع أو أنا ست مذيعة أو أنا كاتب أو أنا صحفي أو أنا وعندي جماهير وعندي قراء، ده بيحط عليا مسؤولية، لأن أنا ببقى شخص مؤثر. صحيح. لا أنا بديك مثل بس أنا مش قصدي يعني أنا جت على بالي طول عشان شغلانتي. الشخص التاني اللي لسه بيعافر ده لو لقى معنى، لو لقى المعنى للي بيعمله هيبدأ يبدع، هيبدأ يلاقي مفاهيم جديدة يقولها للمشاهدين بتوعه. إن شاء الله لو كانوا 10,000 واحد، إن شاء الله 10 تنفار بيتفرجوا عليه. كل ما هتدي معنى كل ما هتلاقي إنه أنا يمكن يكون المعنى بتاعي ما فيش غير 10 بس اللي قادرين يتفرجوا عليه النهاردة. يمكن المعاني بتاعتي ما يبقاش، أنا كتير من اللي أنا بتكلم فيه مش كل الناس جاهزة إنها تسمعه، لكن خلاص هو ده رزقي دلوقتي، هو ده رزق تأثيري. يمكن ربنا عاوز يرزقني بالتأثير على قد دول، لأن دول اللي هم جاهزين دلوقتي. يمكن قدام شوية ناس تانية أو قطاعات عريضة تبدأ تبقى تتجهز عشان تعرف تستوعب الدور الثالث. يمكن حد بيتكلم في الدور الأول، حد بيتكلم من منظور تاني، فمش كل الناس جاهزة تسمع كل حد في نفس الوقت. إنما لو المذيعة دي حطت المعنى وارتضت بيه هتبقى دايما مشحونة الصبح. هو انت هدفك انك تكوني مشهورة يا مذيعة او يا كاتب او ولا هدفك انك تكون مفيد؟ بس يبقى ساعتها حتى لو انا عندي 10 قراء بس او 10 متفرجين بس انا مشبع، لانه انا المعنى بتاعي انا بسعى في المعنى بتاعي. والله بقى رب الكون رزقني بان هيتفرجوا عليا 10 تنفار بس، ده سعي اصلا لغايه دلوقتي. هحاول اجود، هحاول اكون مور كرييتيف، ابدع اكتر، اطلع افكار اكتر عشان افيد اكتر. لان القصه كلها في الانا، في الايجو. انا بشتغل عشان اخد مرتب اخر الشهر. هو انا رب الكون منزلني عشان اشتغل واخد مرتبي اخر الشهر واجيب عربيتي وفيلتي ولا بيتي ولا سكني واجيب لبس لعيالي؟ هو انا نازل الكون عشان اعمل كده؟ ولا انا نازل الكون علشان يبقى ليا تأثير ويبقى في معنى للي انا بعمله؟ فعامل القمامة لو لقى المعنى ده شغله هيختلف تماما. اي موظف بيخدم اي قطاع في اي حتة في شركة في الدولة، قطاع عام خاص، اي حاجة، يقدر يطلع المعنى. طيب نطلع المعنى ازاي؟ اولا اخرج من الانا بتاعتك، شوف هو ده بيفيد الكون ازاي. اول حاجة محتاج تبص عليها بره، مش انك تبص جوه. مش انا داخل استفيد ازاي، أنا داخل أفيد إزاي. إحنا نكاد نكون المخلوق الوحيد اللي عندنا قصة المعنى دي، مفيش أي مخلوق تاني يقدر يعني يشوفها. إحنا الوحيدين اللي عندنا الوعي. شجرة الجوافة ما تعرفش إنها بتفيد الكون بالجوافة أصلا بتاعتها. الوردة الحمراء ما تعرفش إنها بتفيد الكون، بس هي ناس ده ربنا مصيرها وميسر لها سكتها. هتنزل تدي وردة، ده هينزل يدي بلح، ده هينزل يدي مانجا، دي هتنزل تدي جوافة. انت نازل تدي ايه؟ انا نازل ادي ايه؟ فلو كل واحد بقى بص على الشغلانة دي بتاعته، زي لما حافظ ابراهيم قال لك على الام والشاعر احمد شوقي قال لك على المعلم، هي فكرة بسيطة جدا، بس احنا محتاجين نخرج من الانا بتاعتنا، من الايجو سنتريسيتي دي، ونبقى شويه كوزمو سنتريك او وورلد سنتريك. انا نازل افيقه، مش ان انا ابقى المركزيه بتاعتي هي الانا،
لا، المركزيه بتاعتي هي انا نازل اخدم ازاي، افيد ازاي. طب ولو اللي انا بعمله ده حسيت ان هو لا بيخدم العالم ولا يخدمني؟ ازاي؟ صعب، يعني صعب قوي. هي هتبقى قصور في النظره، قصور في ان انا كل المجتمع والشعب والميديا والتلفزيونات وكل حاجه كلها بتتكلم عن مركزيه الانا، لان هم شايفيني مرتبك قليل يبقى انت انت مش ناجح. محدش عنده النظره بتاعت هو انت نازل تفيد الكون ازاي. فبالتالي انا هتبرمج بنظرتهم ليه. ايه ده، انا مدرس تعبان. ايه ده، انا انا يعني سيده منزل، بعمل ايه يعني؟ بربي العيال. حتى كلمه بربي العيال اللي هي فيها معنى عالي جدا، تربيه العيال، من كتر ما الناس بتشوفها انها حاطينها داون، يعني بيقللوا منها، من قدر ده تربيه الاطفال وهي من اهم الحاجات اللي بتحصل في الدنيا. انت بتعدي شعبا طيب الاعراقي. صح. انت اللي بتطلعي راجل هيبقى زوج. انا في المقدمه بتاعتك بتتكلمي على مش عارف حاجه، وانت قلتي الست مش عارفه اصلا تربي او حاجه زي كده. يعني الست مش عارفه تربي ابنها. وانا داخل انت اللي بتطلعي الزوج اللي هتديه هديه لست. صحيح. عشان يبقى اب هتديه هديه لعيال. هديه لعيال، تربيتك للراجل ده هتديه هديه. صحيح. للعيال اللي هم هيبقوا احفادك. وبتطلعي زوجه هتعرف انها ازاي تتشارك مع شريك حياتها، وازاي تكون مفيده للكون وللانسانيه ولعيالها ولزوجها ولاسرتها. فانت بتعدي مجتمعات، بتعدي شعوب عن طريق بقى انك توكليهم هيلثي وتكلميهم، انك توكليهم صحي وتكلميهم صحي. طبعا ده بيخلي فيه واجب على طبعا النهارده بقى بعد الوعي، ان انت لو مش قادره حاولي انك تتعلمي عشان تكوني افضل. لان ايه ده انا مش قادره اعد شعبا طيب الاعراقي. طب يبقى انا محتاجه معلومات، اروح اتثقف، اقرا كتب، اتفرج على التلفزيون، اشوف فيديوهات. طب انا عايز اقول لك على حاجه. انا كل الكلام اللي انت قلته ده انا مقتنعه بيه جدا، لكن النهارده خلينا نتكلم على ارض الواقع، نتكلم واقعي. النهارده لو انا هوصل لمعنى حياتي، او هوصل انا جيت الكون اعمل ايه، ولكن حضرتك انا جيت الكون اعمل ايه بس انا مرتبي قليل، فهنا الانسان خلينا نتكلم فاكت يا غندور، ده فاكت، دي حقيقه. هنا الانسان في الاول وفي الاخر بيتاثر بالماده، بيتاثر بالفلوس، قله الفلوس لا جدال. حلو. النهارده بقى انا اعمل هذا التوازن ازاي ما بين ان انا خلاص لقيت معنى وهدف لحياتي، انا جايه الكوكب ليه، ومن قله الفلوس، او انه انا حاسه ان انا I don't get well paid، انا ما باخدش مرتب لائق او مرتب كافي للي انا بديه للشغل اللي بيديني معنى او هدف لحياتي. بتضحك على ايه حضرتك؟ لا يعني خلصي وانا جاي. خلصت حضرتك. اوكي. العربيه تقدر تمشي من غير الحصان اللي بيجرها؟ لا ما تقدرش. طيب هو الحصان اللي بيجر العربيه الفلوس ولا المعنى؟ المعنى. صح. وانت لما حصل لك ان انت فلوسك قليله، يبقى انت مش قادر تدي، فانت حاطط العربيه الاول ولا الحصان الاول؟ معلش خلينا كده في الميتافور دي ولا في العربيه الاول ده. يبقى انا حاطط يعني لا العربيه بس في ناس بتدي وما بتقبضش على قد اللي بتديه. نيتها ايه وهي بتدي؟ تاني يعني معلش، يعني سامحيني، حاول تمشي. بشتغل علشان ايه؟ عشان اقبض اخر الشهر؟ لا اي ديسجري. لا انا اعترض. لا انا اعترض. في ناس بتشتغل وبتحب جدا اللي هي بتعمله، لكن هي لا تتقاضى الاجر اللي قصاد معنى وهدف لحياتها. طيب انت قاعد ليه؟ عشان انا بحب اللي انا بعمله. بتحب اللي انت بتعمله؟ يعني انت مشبع اخر النهار، عرفت تحط راسك على المخده مبسوط بيومك؟ بس ما باكلش اللي انا عايزاه. طب خلاص امشي ودور على شغل تاني. قاعد ليه؟
عشان بحب اللي انا بعمله. يبقى ما دام بتحبه يبقى انت مش مبسوط ليه؟ انا ما قلتش ان انا مش مبسوط، انا هكلمك اهو مش سعيد ليه؟ لا سعيده، بس طيب. عايزه اتقاضى اجر بقى يناسب اللي انا بعمله. يعني اجرك الحالي مش بيسعدك. انا الحمد لله راضيه لو سمحت من فضلك. مش انت الشخص انا راضيه. الشخص ده ايوه اجرك الحالي غير مرضي بالنسبه لك مثلا. طيب فتاني هرجع للحصان وللعربيه، انت نازله الكون عشان تاخدي مرتب ولا علشان انك تبقي مشبعه باللي بتديه للكون؟ الاثنين. حلو. حطي الحصان الاول وشوفي الكون هيديكي ايه. حطي الحصان الاول، حطي نيه العطاء، نيه المعنى، وبعدين اتفرجي على الحصان بيعمل ايه، على العربيه هيحصل لها ايه. تعالي اديكي مثال دايما بديه للناس. لو رحت اشتري شنيور من عند الراجل بياع بتاع الشنيورات، ماشي، وبعدين لقيته بيسالني يقول لي هو في عندي ب 300 و600 و1500، هو حضرتك محتاجه ليه؟ فقلت له انا لسه مثلا ناقل شقه جديد وعايز اعلق كام برواز وكام ستاره وبتاع. قال لي يعني استعمال حضرتك ما هوش تقيل. قلت له لا. قال لي طب عايز تشتريه ليه؟ ما انا ابعت لك الولد حماده اللي عندي ب 50 جنيه في اليوم يعمل لك الكلام ده كله ويعمل لك كل الحاجات، الا لو انت عاوز شنيور تخليه معاك. هو حماده هيكسبه اكتر ولا ال 300 جنيه ولا ال 600 ولا ال 1500 هيكسبوه اكتر؟ يكسبوه الانا، مركزيه الانا. اوكي؟ حماده. لا حماده ازاي؟ ما هيبعتوا لك كل يوم ب 50 جنيه. لا شوف لا انت لا بقى هو كام. لا ده هم كام مسمار في يوم واحد حماده وبس خلاص. ماشي. ولا ابيع الشنيور ابو 1500 ولا 900 ولا 600، مين فيهم اكسب له؟ انه يبيع الشنيوره ب 1500 جنيه. حلو. بدى مين على مين هو دلوقتي؟ بداني عليه بقى مركزيته هو ولا معنى حياته؟ انا عندي الدكان ده بخدم الكون ان انا اخلي حياه الناس اللي بيتعاملوا معايا اسهل وافضل واوفر. انا دلوقتي بعد لما خدت حماده وعملت القصه دي ولقيت الراجل ده وفر عليا 1500 ولا 900 ولا حتى 600، انا بقيت دلوقتي الراجل ده نظرتي ليه شكلها مرتبط إيه؟ بيه ذهنيا. انا لما كل ما هعوز اعلق حاجه اعمل حاجه هلجأ له. ولو جت رضوى سالتني، واحد صاحبي سالني، واحد زميلي، واحد جاري، هقول له على مين؟ على الراجل ده. صح. هروح جنازه، جوازه، بيت، غيط، شغل، في اي حته في النادي، هروح اقول لهم ايه؟ الواد ده يا جماعه امين، روح للواد ده. صح. هو دلوقتي ما كسبش مني في اول مره، لكن هيكسب منك مدى الحياه. كفايه ان انا عمال ابعت له في ناس. نفس الشيء بياع العربيات، نفس الشيء بياع اي حد. انت كده راجعي الناس اللي انت وثقتي فيهم وتعاملتي معاهم، بعت لهم كام زبون؟ كتير. علشان حط عربيته الحصان بتاعه قبل عربي، نية العطاء قبل نية الأخذ. هتاخد غصب عنك. الكون هيبعت لك، ما دام انت اديت الكون هتاخد غصب عنك. الزباين هتقع عليك، هتتكعبل فيهم، مش محتاج بقى تقعد تجري وراهم انت. السؤال الأخير، ازاي اوصل مايند سيت، اغير تفكيري للي انت قلته كده؟ اخرج من جوه اشوف هو ده بيفيد الناس ازاي، وكل اتحدى كل شغلانه، موظف المرور، الممرض اللي في المستشفى، عامل النظافه، الحارس العقار، كل وظيفه، اي حد في اي مصلحه حكوميه، في اي شركه ملاحه، شركه سياحه، طيران، اي حد، مذيع راديو تلفزيون، الناس المصورين، كل الناس دول. بس اخرج من جواك وشوف ازاي الصوره الحلوه بتاعت الكاميرا دي تخدم الناس. في ناس بيتفرجوا عليها في امريكا دلوقتي عشان جوده الصوره بتاعتي. فانا بساعد رساله هي وبس انها تصل الى الكون كله. هيصحى الصبح يجي الاستوديو وهو مزاجه شكله ايه؟ هيراعي الكاميرا بتاعته ازاي؟ هيحافظ عليها ازاي؟ معلش انا اسف للناس. لا يعني انا مبسوطه من اللي انت بتقوله. الناس اللي بتعمل على نظافه الاستوديو، صحيح. السكيورتي اللي هو قاعد بره. صحيح. لو اي واحد فيهم اتعطل في السلسله بتاعتك، البرنامج ده مش هيبقى مؤثر صحيح. في السيدات عبر العالم كله. صحيح. بنفس التاثير، عشان هيحصل غلطه منه هتاثر عليك انت. فلو كل واحد فيهم بص ان قد ايه المسمار اللي بربطه في خط سير العربيه بيبني كوريا، لو كل واحد فيهم او فينا قال انا ببني مصر. حمد، نورت. اشكرك.
اشكرك ان انت بتتيحي لي المنبر ده ان انا اقدر اتكلم فيه ده انت قلت كلمتين بالعدد ده من الناس. بكلمك بجد، انا كنت محتاجاهم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حلو قوي ان انت زي ما محمد الغندور قال تعرفي انت جايه كوكب ده تعملي فيه ايه. اي حاجه بتعمليها هي حاجه مهمه، وزي ما هو قال لما تخدمي الكون يرجع تاني بخدمته ليكي. وانا كمان هضيف على كلامه في اللي هو بيقوله ده، هيخلي الحياه فيها سلام اكتر، وفكره التنافس والتنازع والكراهيه والحقد هتقل، لان انا هبقى جايه عشان اخدم الكون. فمش مهم بقى هي هتخدم الكون عني او انا هخدم الكون عنه، مهم ان احنا كلنا جايين نخدم بعض. فبالتالي حته الغل او الحقد او الغيره او كذا هتقل، هتهدى. انا معاه جدا في اللي هو قاله. مشاهداتي هذه وبناتي الحبيبات، فاصل قصير كده اهو نرجع لكم من هنا وبس.